الحب من أهم الحاجات الموجودة في الحياة، واللي لو قدرنا نوصلها للي قدامنا بشكل سليم هنقدر نخفف كتير قوي قوي من ضغوطات الحياة عليه وعليا. فيا ترى احنا بنقدر نوصل الحب اللي جوانا للي حوالينا، سواء أصدقاء أو أهل أو معارف؟ وهل يا ترى اللي قدامي بيقدر يستوعب ويستقبل الحب اللي أنا بديهوله، ولا أنا ببقى بحاول بقدر الإمكان إن أنا أبين له مشاعري وهو مش قادر يستقبل مني؟ هو قبل ما ابتدي انا بشجعكم انكم تقروا الكتاب ده للي بيحب يقرا، يعني اسمه لغات المحبه عند الاطفال، لغات المحبه الخمسه عند الاطفال. هي لغات المحبه دي خمسه عند الاطفال وعند الكبار زي بعض. فيا ترى الاول نقول ايه هما الخمس لغات للمحبه، وبعد كده هفسر لكم كل واحده لوحدها. هما الخمس لغات بيبتدوا بكلمات التعضيد والتشجيع، وتقديم الهدايا، تقديم الخدمات، الوقت القيم البريشيوس تايم ده اللي طبعا الغالبيه العظمى مننا بتبقى محتاجه له، واخر حاجه التلامس الجسدي. هنبتدي باول حاجه كلمات التعضيد والتشجيع. مفيش حد فينا خالص يعني ما بيحبش كلمات التعضيد والتشجيع. اعتقد ان اللغه دي تقريبا مشتركه في اغلب الناس، بس ممكن تكون بدرجات متفاوته. في حد بتبقى فرق معاه قوي قوي، وفي حد بتبقى الكلمات دي يعني بتديله بوزيتيف انرجي وبتديله طاقه كبيره، لكن مش بالدرجه زي التاني. مفيش حد طبعا بيحب يرجع من شغله تعبان وشايف كتير قوي قوي اثناء اليوم، وبعد كده يرجع يلاقي مثلا اللي في البيت محدش مهتم بيه او محدش بيشجعه. لو مثلا الراجل رجع من بره، مراته قعدت تقول له معلش يا حبيبي انت تعبت خالص النهارده، لا تعالى ادخل ارتاح وانا هجهز لك في 5 دقايق مثلا، هكون جهزت لك السفره والكلام ده. يعني هو هيحس كده اللحظات ان ايه ده، معقوله في حد مهتم بيا، وهتبقى حاجه مهمه قوي قوي. وطبعا الزوجه اكتر واكتر، يعني لان اغلب الستات اللغه دي عندهم يعني بنسبه 90%. لو هي قاعده مثلا اليوم كله قاعده بتعمل اكل، بتطلع وصفات من على اليوتيوب عشان خاطر تقدم له حاجه جديده والكلام ده، وفي الاخر يجي هو من بره اول ما يدخل ويدوق الاكل، اخس ايه القرف ده، لا مش قادر اكله طعمه سيء جدا جدا. انت كده عملت فيها كارثه. يعني مش عاجبك الاكل، ممكن خالص خالص ان انت مثلا تقول لها طب ممكن بس الملاحه احط شويه ملح على الاكل، او الاكل جميله قوي قوي بس انا يعني للاسف مش بحب، بس بعد ما تخلص اكل يعني كله معلش، اضغط على نفسك وكله، وبعد كده ابقى قول التعليق بتاعك. حقيقي فكره ان انا اشجع اللي قدامي دي حاجه بتفرق قوي قوي معاه. وطبعا ده مع اولادنا. لو هو بيذاكر ليك انت بتقول له انت شاطر، انت مميز، انت تقدر تبقى حاجه كبيره قوي قوي. ده المدرسين مثلا بيقولوا عليك انك شاطر قوي، الكلام ده حقيقي بيفرق قوي. وبتلاقي مع الوقت كده ان هو ابتدى يبقى عنده ثقه كبيره قوي قوي في نفسه. في ناس تاني ما عندهمش مشاكل ان حد يشجعهم او يقول لهم الكلام ده، فانت لو قعدت تشجع فيهم من هنا للسنه الجايه مش هي دي لغه حبه، فهو بالتالي مش هتفرق معاه كتير. لكن هو مثلا عنده تقديم الخدمات هي اللغه بتاعته. يعني يحب اكتر مثلا ان انت لو هو بيعمل حاجه تقف تسانده، لو هو عنده مشكله تساعده فيها، تحاول تكلم حد مثلا عشان يحل معاه المشكله. الكلام ده انت كده بتبين له ان انت بتحبه، وهو كده هيبقى فعلا يعني حاسس قوي ووصل له قوي قوي اللغه بتاعتك. في ناس تاني بقى كل الكلام ده مش فارق معاهم، يعني اقعد اتكلم كتير واقعد قدم لي خدمات زي ما انت عايز، لا انا عايز هديه. يعني هي دي بتبقى ساعات مشكله كبيره في ايه، في انك تسمع. يعني ساعات كتيره بسمع راجل وست مثلا بيتكلموا، هو يقول لك ده انا يعني مش مخليها محتاجه حاجه، كل شويه بعمل لها كل اللي هي عايزاه، بقول لها كلام كتير حلو والكلام ده، وبس للاسف مثلا هو مش عارف ان هي لغتها تقديم الهدايا، فمش بيجيب لها هديه. لكن هي بقى تفرق معاها قوي لو مثلا بصت لقيته وجاي من بره جاب لها، انا مش بتكلم طبعا على هدايا غاليه لان انا عارفه طبعا احنا الحاله الاقتصاديه سيئه. لو جبت لها حتى ورده، ممكن تجيب لها ورده وانت جاي من بره، هي كده بالنسبه لها حست ان ياه ايه ده، الله دي حاجه جميله قوي قوي، وتبتدي فعلا تحس بمشاعرك. هي طبعا النقطه دي بالذات بتبقى
متعبه شويه، لان انت ممكن برضو تجيب هديه ما تكونش هي عايزاها او محتاجاها، فطبعا دي تبقى مشكله. فخلي بالنا بقى ايه، نشوف ايه بالظبط انواع الهدايا اللي قدامنا عايزها عشان خاطر نقدر نوصل له اللغه بتاعتنا. في حد تاني بقى، ودي اعتقد بتبقى في الاطفال اكتر يعني، ممكن تجيب له مليون هديه، وزي ما بقول لكم ساعات بتحصل مشاكل في كده، لان مثلا بسمع رجاله كتيره بتقعد تقول ده انا جايب لها مثلا خاتم سوليتير بالشيء الفلاني، او انا جايب لها عربيه، ومع ذلك هي اول ما شافتها ولا اهتمت ولا فرحت ولا اي حاجه يعني. هو بيبقى حاسس ان هو جايب لها حاجه طبعا دافع فيها مبلغ كبير قوي قوي، وهي ما اهتمتش، لان هي دي مش لغه الحب بتاعتها. هي بتحتاج اكتر مثلا كلام حلو. انت بتجيب لها هدايا لكن ما بتديهاش كلام حلو، ما بتقعدش تقول لها مثلا انا بحبك قوي. انا على فكره يا جماعه الكلام ده حقيقي وده مهم جدا جدا، يعني لغه الحب بتاعته الكلام الحلو والكلام التشجيع والكلام ده. لو ما خدش الكلام ده عمره ما هيقدر يحس، ده هو جواه تركيبته كده، شخصيته كده غصب عنه، فهو محتاج الكلام ده. اللغة بقى الوقت القيم، وللأسف الشديد إن الوقت القيم ده دلوقتي بالنسبة لنا تقريبا بقى مش موجود، لأن الغالبية العظمى حتى لو عندهم وقت وواخدين بريك وقاعدين في البيت، لكن للأسف مش بيبقوا مهتمين بإنهم يقعدوا مع بعضهم. كل واحد قاعد في حياته، قاعد في الموبايل بتاعه. يعني أنت ممكن تدخل البيت تلاقي مثلا لو البيت مكون من 4 أو 5 أفراد، تلاقي كل واحد ماسك الموبايل بتاعه قاعد مع دنيته مع أصحابه في الدنيا يعني، ومش مركز مع اللي موجودين عنده في البيت. ودي مشكلة كبيرة قوي قوي. يعني ليه زمان ما كانتش الناس بتبقى عندهم مشاكل نفسية بالطريقة الفظيعة دي؟ لأن كان بيبقى البيت مليان الأهل وأصحابنا ومعارفنا، عادة العيلة كانت بتبقى كبيرة، كلهم عايشين مع بعض في بيت واحد، فكله قاعد بيحكي مع كله. لكن دلوقتي بقي فيه وحدة رهيبة، لأن كل واحد عايش في دنيته بعيد عن التاني. الوقت القيم ده مهم قوي قوي، وبالذات بالنسبه لاولادنا، مش بس لنفسيتهم، لا كمان لان احنا محتاجين نبقى عارفين عنهم حاجات. انت ازاي هتقدر تربي ابنك وانت مش بتقعد معاه وقت كافي عشان خاطر تعرف هو ايه شخصيته، ايه اللي مضايقه، ايه اللي حصل له اثناء اليوم؟ ازاي تقدر تديله نصيحه وانت مش قريب منه؟ انت لازم تبقى قريب قوي قوي من ابنك او بنتك عشان خاطر يقبلوا منك النصيحه. لان هما يعني دلوقتي احنا في عصر الاطفال في يعني عندهم كده احساس ان انا صح، انا اللي بفهم، وبابا وماما دول جيل قديم. وده طبعا اللي بيصدره لنا دايما السوشيال ميديا، ان الاهل دول ده قديمه خالص، ومش مش من جيلنا ومش فاهميننا ولا حاسين باحاسيسنا. لكن كل ما ندي اولادنا وقت كبير ونقعد معاهم ونحكي معاهم، احنا كده بنقرب منهم وبنحميهم من المشاكل الفظيعه اللي ممكن يقابلوها بره، وبنعرفهم ايه الصح وايه الغلط. هم المفروض يعملوا، هم هيعرفوا منين ايه الصح وايه الغلط؟ لو انت مش بتقعد مع ابنك او بنتك الوقت الكافي، يبقى ما تجيش بعد كده تلومه على اي غلط بيعمله، لان انت طبيعي مش قاعد معاه ومش معرفه حاجه. هو يعرف منين؟ هو كل الثقافه بتاعته دلوقتي بيجيبها من بره. وطبعا كل اللي بيتصدر لنا في السوشيال ميديا غلط. يعني كل الافلام والمسلسلات اللي بتيجي، انا بصراحه يعني مش عارفه الرقابه بتروح فين، وازاي في نوعيه معينه من المسلسلات والافلام دي المفروض اساسا تتلغي خالص، ما تنزلش، لانها بتدي ثقافه رهيبه للعيال. طيب رابع حاجه بقى، ودي يعني انا حاسه انها في مجتمعاتنا هنا هتبقى صعبه شويه، دي التلامس الجسدي. في ناس مهما قلت لهم كلام حلو، مهما جبت لهم هدايا، مهما قدمت لهم خدمات، مهما عملت معاهم اي حاجه، مش بتفرق معاهم، مش بيحسوا قوي قوي بالحب يعني، او مش بتبقى كده مشاعرهم مرتاحه، لانهم لغه الحب بتاعتهم التلامس الجسدي. يعني انت لازم تاخد اولادك برضو في حضنك كل شويه. يعني علم النفس بيقول ان، تخيلوا ان علم النفس بيقول ان الانسان الطبيعي محتاج حوالي 4 احضان كل يوم عشان يطلع سوي وعشان يبقى مرتاح. انتوا متخيلين كده؟ يا ترى احنا بندي اولادنا كام حضن في اليوم؟ يا ترى كل واحد بيدي للبارتنر بتاعه او شريك حياته كام حضن في اليوم؟ طبعا ده انا مش بشجع ان الناس تقعد تحضن في بعضها عمال على بطال، لا طبعا في حدود، يعني الحاجات اللي هي الاب والام والزوج والزوجه.
الموضوع ده فعلا مهم قوي قوي. سواء دي لغة المحبة بتاعتك او مش هي اللغة، لكن هو فعلا الاحضان دي بتدي الواحد، بيدي كده احساس داخلي بالراحة والدفء والحنان كده. على فكرة الاولاد كمان بيحبوا خالص الاحضان. هما بيحاولوا بقدر الامكان يصدروا لنا ثقافة او احساس ان احنا لا احنا رجاله، ايه ده انا ما بحبش الاحضان، مش بتفرق معايا الكلام ده. لكن هي الحقيقه ان هما برضو بيبقوا محتاجين جدا جدا الاحضان. سواء يعني في حاجه ان الولد ممكن تعبر له عن الحب بتاعك بالتلامس الجسدي بطريقه مختلفه. ممكن مثلا ايه لو الاب يقعد يضرب اللي هو الضرب اللعب ده مع اولاده، الحركات اللي هي بتاعت كده دي، الكلام ده برضو بيعتبر نوع كبير من التلامس الجسدي. يعني هو مش بيتوقف بس على الاحضان. ممكن تقعد جنبه وتبقى حاطط ايدك على كتفه مثلا. الحاجات دي كل ده نوع من انواع التلامس الجسدي. بجد لو احنا نركز قوي قوي في ايه لغه الحب اللي بيحسها اللي قدامنا، ونقدر نجتهد ان احنا نعبر له بيها، هتفرق كتير قوي قوي في حياتنا. باي باي، اشوفكم في فيديو تاني.